عندنا باش يمكننا نديو كاس افريقيا في بلادنا ونحتفلوا بالكاس الافريقيه هنايا، ولكن كاس افريقيا بعض الخطرات كتعطيك بعض الجزئيات وكتخرجك على برا. المنتخب المغربي او الثوره اللي كاينه على مستوى كره القدم وعلى مستوى البنيه التحتيه والتاطير والتكوين، تنظن الان كتعطي الاكل تاعها في جميع الفئات سواء الذكور او الاناث، وهذا عمل جبار اللي كتقوم به الاداره التقنيه او كذلك السياسه الرشيده ديال صاحب الجلاله نصره الله. البنيه التحتيه اللي كاينه والملاعب اللي هي كتظهر نقدر نقول بحال شكل ديال اوروبا، والمغرب ولا قدوه بالنسبه للقاره الافريقيه من ناحيه التدبير ديالو. هذا بالنسبه لي انا المغرب اللي كيحصل على شيء ماشي صدفه، راه كاين عمل. الا قبضتي الارقام ديال المنتخب المغربي في الاونه الاخيره او حتى ملي جا من كاس العالم، فهو منتخب قوي، او واحد من لما نقولش هو احسن منتخب افريقيا هذه الساعه. شكون اللي غادي يدي كاس افريقيا؟ لا غادي كاس افريقيا ولا غادي يمشيو مع بعض الجزئيات، وبالامكانيات اللي عند المنتخب المغربي فان شاء الله غادي نحتفلوا، غادي نديو الكاس. ولكن هذا ما كيعنيش لا قدر الله قد توقع بحال ذاك الشكل اللي شفناه في النهائي ديال الاناث، ونقولوا راه ما عندناش منتخب، ونبداو نقلبوا على بعض الامور اللي هي خارجه على النطاق.